السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة وتحلاية. اليوم رح نحضر مع بعض أكلة من ألذ وأطيب الأكلات الشامية اللي هي الشاكرية باللحم وجنبها الرز بشعرية. أكلة بيحبوها الكبار والصغار، وكتير طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وما بدها أي مجهود وتعب. وهلأ يلا نبلش. أول شي رح أبدأ بسلق اللحمة. عندي نص كيلو تقريبا لحم غنم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم، ورح أضيف عليه المي وبس لحتى تغلي وتبلش تطلع الزفرة بدي شيلها. هالأكلة من أكتر الأكلات اللي بتنطلب عندي بالبيت، كتير طيبة وبيحبوها الكبار والصغار. وهلأ بعد ما طلعت الزفرة عندي رح شيلها، ورح استنى شوي على المي وهي عم تغلي. كل ما بتطلع برجع بشيلن لحتى ما يضل عندي شي بعدين مشان نضيف المطيبات. وحابة أذكركن فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من دعمكن من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. وبشوف كل ما طلع عندي شوي بشيلون هيك لحتى ما يضل اي شي. وهلا بدي اضيف المطيبات. اول شي بضيف بصلة، وبعدين 4 5 ورقات غار، ومعلقة صغيرة ملح، واخر شي رشة فلفل ابيض. وهيك بتكون جاهزة اللحمة عندي. رح اغطيها ونوز تحتها على نار هادية. اخدت معي تقريبا 3/4 ساعة، بس طبعا انا هون عم اسلقها بطنجرة عادية مو بطنجرة ضغط. وهلا رح ابدأ بتحضير اللبن. عندي تقريبا كيلو وربع لبن، رح ضيف عليهم بيضة. طبعا البيضة كتير مهم انه نضيفها، بتساعد اللبن انه يمسك قوامه وما يفرط وقت الغلي، خاصة اذا كانت النار شوي عالية. وكمان البيضة بتعطي اللبن قوام ناعم وكريمي، بصير اغنى واكتر سماكة، وكمان بتحافظ على لون اللبن. بضل بخلطن لحتى تختفي عندي البيضة وتمتزج منيح مع اللبن. وهلأ رح ضيفهم على الطنجرة اللي بدي كمل فيها اللبن. وهلأ بدي أضيف كمان معلقة صغيرة ملح، وبدي أضيف معلقتين كبار من النشا دوبتهم بمي، وراح أضيفهم كمان على اللبن. النشا بيعطي كمان سماكة للبن وبيخليه متماسك. ورح حركهم، ولازم تضلوا مستمرين بالتحريك ما توقفوا أبدا، هيك لحتى يغلي اللبن. بعد ما يغلي بدي أضيف عليه من مرقة اللحمة، وبضيف مرقة اللحمة شوي شوي وأنا عم حرك، هيك لحتى أحس إنه قوام اللبن صار منيح ومناسب عندي. تقريبا أخدت 3/4 الكاسة، بس صار قوامه بشهي وريحته ما شاء الله بتاخد العقل. ريحته أكتر من خيال. شوفوا ما شاء الله قوامه صار بياخد العقل. وبعد ما زبطت قوام اللبن هلأ بدي أضيف عليه اللحمة، بصفيها وبضيفها فوق اللبن. طبعا اللحمة عندي استوت تماما وصارت طرية بتدوب بتتم ذوبان. هالدرجة من الاستواء هي بتخلي الشاكرية يطلع طعمها خرافي. بس أهم شي وانتو عم تسلقوا اللحمة تخلوها على نار هادية. وبس لحتى أضيف كمية اللحمة كلها رح حركن شوي مع اللبن، وبعدين اتركن على نار هادية يغلوا كم دقيقة لحتى تتجانس كل النكهات. وهون بتطلع عندي الريحة يلي ما بتتقاوم. هالأكلة من الأكلات المفضلة عنا، حتى إذا عندكن عزيمة وبدكن تقدموها لضيوفكن فهي كتير بتبيض الوجه. عن جد يا جماعة الريحة خيال. وهيك صارت جاهزة عندي الشاكرية. شوفوا ما شاء الله قوامها بياخد العقل، قوام اللبن شي بشهي. وهلأ بدي أبدأ بتحضير الرز بشعرية. بطنجرة ضفت معلقة ونص كبيرة من السمنة. أنا بستخدم السمنة الحيواني، كتير بحب نكهته بالأكل. ورح أضيف الشعيرية، وبدي بلش أقلب الشعيرية مع السمنة. طبعا بستمر بالتقليب لحتى ما تطلع عندي الشعيرية كل شي لون، يطلع لونها موحد. بعد ما تحمصت وأخدت اللون اللي بدي إياه رح أضيف عليها 1.5 كاسة مي، وبدي أضيف كمان معلقة صغيرة ونص ملح وحركهم شوي مع بعض. وبس لحتى يبلشوا يغلوا بدي أضيف عليهم الرز. وبس لحتى يصير الرز من مستوى المي بدي نوس عليهم واتركهم على نار هادية لمدة ربع ساعة تقريبا، وبيكون جاهز عندي الرز. وهي طبختنا صارت جاهزة. شوفولي ما شاء الله على هالمنظر اللي بيشهي وبيفتح النفس، وريحتها بتاخد العقل. وإذا اتبعتوا هاي الطريقة متأكدة إنه رح تطلع معكم أطيب شاكرية. وهاي كانت وصفتنا لليوم. جربوها بهاي الطريقة وبتشوفوا قديش بتطلع طيبة وقديش سهلة. وخبروني رأيكم بالكومنتات.
وخبروني كمان شو حابين أعمل وصفات بالفيديوهات الجاي. وبنهاية الفيديو حابة أذكركم لا تنسوني من دعمكم من لايك وكومنت حلو مثلكم واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر، وانتظروني بوصفات جديدة. سلام.